اسمي إبراهيم فتحي، كلية تربية رياضية، فرقة تالتة. حلمك ايه او كان نفسك تبقي ايه؟ أنا كان نفسي أبقى إعلامية، أدخل كلية إعلام بس ما حصلش نصيب ودخلت تربية رياضية. حباها او حطيتي هدف او حلم جواها ولا لسه؟ لا، أنا ما حطيتش، يعني أنا ماشية بحاجة واحدة بس كده كانت في حياتي، بس ضحيت بيها عشان خاطر أهلي. ايه هي الحاجه؟ أنا كان نفسي أبقى أفتح أكاديمية تداول بس ما حصلش نصيب. أهلي وقفوا قصادي فما كملتش فيها. امم أنا كنت بدي كورس وبنزل في أماكن كتير وبقيت فيها حاجة كبيرة جدا، وبعد ما قربت أوصل أهلي خيروني للحاجة دي، امم فأنا اخترت أهلي طبعا. اكيد طبعا. بس طب فكرت. انت كده عملتي عندك اعتقد ثلاثة، يعني كان تداول واعلام ودلوقتي في تربيه رياضيه. بالظبط كده. طب هل عندك هدف جواه ولا لسه؟ انت قلتي لسه، طب ليه ما حطيتيش؟ لأني أنا حطيت في المصارعة ومشيت فيها 3 سنين، فما لقيتش فيها الطريق اللي هو أنا نفسي أبقى مشهورة فيه أو إن ألاقي شغل فيه كويس. طب عملتي هدف تاني؟ حاليا مشيت في حوار الجيم، امم ونزلت بقيت مدربة في جيم دلوقتي واديني ماشية. حباه، حابه اللي انت فيه؟ هو انا حابة اللي انا فيه، بس برضو انا املي في المصارعة، فهحاول تاني عشان دي النقطة بالظبط، الوحيدة اللي انا حبيتها. هو ده بالظبط كده، انت حبيتيها وحققتي، هتبقي خلاص انت طبعا بقيتي في الحلم بتاعك دلوقتي، بالظبط او كده. انت بقيتي في الكليه وعملتي جواها حلم، فتقدري تتداولي او تبقي فيها اكتر واحسن. بإذن طب الله. هل فكرتي مثلا بجانب الكليه حلم تاني شخصي ولا هو حلم مصارعه؟ شخصي، انا ليا شغل تاني اصلا، من بره الكلية ومن بره التعليم ومن بره كل حاجة. انا شغالة في البورتريهات والصور، طباعة وتصميمات، امم عرايس او ايا كان، انا ده شغلي وده حباه جدا. امم انا ماشية فيه، فدي حاجة ثابتة في حياتي اصلا بعيد عن اي حاجة. يعني انت كده، انا حاسه ان انت كتير انا كتير. بس هي ميزه وعيب في نفس الوقت، لان انت بتشتتي نفسك في وسط انت حاجه، يعني انت مثلا عاوزه توصلي للمصارعه، هتقفي في وسطها. طب وده في حاجه هتشتت عن حاجه. هي مش حاجة هتشتت عن حاجة، أنا لمّا أبقى ماشية في طريق ومش لاقية الطريق ده كامل، فأكيد أنا مش هافضل واقفة في نفس ممكن النقطة. تشوفيه له طريق تاني، يعني شُفت هو بس انا باجي لك من يمه تانية. أنا شُفت، فعشان كده أنا مش عايزة أثبِّت نفسي عند النقطة دي بس، فبجانب ديّة باشوف حاجة تانية، بس إن ما هي حياتي ما تستغنيش عنه. تقفش. لأ، أكيد مش مستغنية عنه، لإني باقول لِك ده 3 سنين تعب، امم معاناة بصراحة. ربنا يعينك يا رب ويوفقك. يا رب. هل حابه تقولي حاجه تاني؟ لأ طبعًا، شكرًا. عفوا. محمد صابر عبد الرازق، كلية تربية رياضية. حلمك ايه او كان نفسك تبقى ايه؟ كان نفسي أبقى أخش كلية حربية، بس ربنا ما كرمنيش فيها في أول مرة، فإن شاء الله يكرمني فيها قدام. يعني وكان نفسي برضو إن أطلع كرة قدم لعيب. لحد دلوقتي أنا بلعب في نادي لسه، بس درجة تالتة. طب هل كملت في الحربيه؟ هتحاول تاني صح قلت اه، لي؟ ده حلمك بس ولا عشان ده كان حلمك حلمي وأنا انت؟ صغير. يعني حلمك وانت صغير، مين بيدعمك فيه؟ اللي بيدعمني فيه أخويا وأبويا. الحمد لله، ربنا يخليهم لك. يا رب أنا. ناوي مثلا احلامك بعد ما تكملها، يعني هتكمل وتقعد ولا لا، هفضل توصل أكمل وخلاص؟ يعني بص انا أوصل. احنا بنبقى في سلمات درجات. لا، أنا هكمل وأفضل فيها لحد ما هتفضل ثابت ولا ممكن تطور من نفسك تبقى انجح أفضل فيها؟ أطور من نفسي. اللي بيوصل لحاجة لازم يطور لنفسه. هو لازم، هو عشان لا، بنقولها كده لا، ولا عشان انت فعلا لا، انا عايز نفسي كده؟ ان انا اطور عن نفسي اكتر. يعني انا كان حلمي ان انا ابقى كرة قدم اكتر من الحربية، بس ابويا كان نفسه يدخل احمد اخويا. فلما احمد اخويا ربنا ما كرموش فيها، قال لا، يكرمك انت. بس انا اقدر كده اصنف ان حلمك الاصلي هو كرة اه. كرة الرياضة، م- كرة قدم. م. طب ايه، دخلت نوادي؟ حاولت مثلا؟ اه، حققت حاولت كتير. حققت كام مثلا انا بنسبة حاولت كام؟ مثلا بلعب في نادي اسمه نصر القاهرة، دوت لسه متأسس جديد. فلما حاولت فيه معايا شهادات ومعايا ميداليات والكلام دوت، كنت بلعب دورات بره. دورة كرة القدم بتاعت رمضان اللي هي بتاعت الكلية، واخد فيها مراكز واخد فيها. خدت كام يعني؟ فاكر المركز؟ خدت مركز كام؟ واخد مركز تاني، مركز أول كان ما شاء الله، نهائي الكلام ده. بس. ربنا يوفقك. يا حابب رب. تقول حاجة للناس؟ إن ربنا يكرمه في اللي جاي، ويركز كل واحد يركز في حلمه، وإن شاء الله اللي قدام أحسن. ده بس ان شاء يا الله ربنا يوفقك يا رب بالتوفيق. اللهم. أنا بيومي محمد بداوي، كلية تربية تربية رياضية رياضية في الأول. في الأول. حلمك ايه؟ انت اكيد وانت في ثانوية عامة والسنين اللي لاعب فاتت كورة. حطيت، ده كان حلمك من امتى؟ هو أنا كده كده بلعب في نادي دلوقتي، يعني اسم النادي نجوم ده فين؟ بنا. في بنها. طب هل انت بتلعب كلاعب ولا ممكن تكون مدرب مع الوقت؟ أنا مدرب، حلو برضه أوصل، بس الأخص أبقى لاعب. تبقى لاعب. أنا حاببها. طب انت عندك مثلا ممكن تروح نوادي تانية او تكمل، ولا ممكن مثلا تقول لا هو كفايه النادي الأحسن، ده؟ الاحسن. النادي الأحسن. ومش الاحسن بس، ده ممكن الاحسن واللي جات لك فرصة فيه. أيوه.
ممكن نادي، طبعا كل النوادي كويسه جدا، وجات لك فرصه في نادي بس انت مش شايفه ان هو مش احسن حاجه، بس هو كويس وجات لك فرصه فيه، هترفض عشان انت شايفه مش احسن؟ عشان انا لو شايفه مش احسن لا هرفض طبعا. هترفض؟ آه، ليه هترفض؟ بصي انا عايز اوصل لحاجه معينه. ايه هي الحاجه دي؟ هو انا يعني ايه انا لا معاك، كمل. ايه هو انا يعني عايز مثلا عايز ابقى توصل تكون مثلا لاعب زي مثلا محمد صلاح او هكذا؟ واحترف بره وكده. انت عايز تسافر بره وتبقى لاعب بره، اه يعني ده كان هدفك، دي الحاجه المعينه صح ولا انا قلتها ايوه لك؟ ايوه لا هي دي. هي دي اكيد. تمام. هل انت مثلا ممكن لو جات لك زي ما قلت لك النوادي اللي بره اللي انت ممكن تكون مش شايفها كويسه، ممكن تكون كويسه، ممكن حتى تديك خبره، مش شرط انك تكون حاجه واو انا باخد خبره، حتى الحاجه دي انا مش هاخد منها حاجه، يعني ممكن اديها انا مجهود بس انا ما اخدش منها حاجه، أيوة. بس هاخد منها خبره حتى لو معلومه واحده. روح. فانا بقول لك ما توقفش، لا عشان ده انا مش شايفه، لا لا اصلا أنا مش مرتاح فيه، اصل الناس اللي فيه مش حاببها. روح. هتعرف ان محمد صلاح كنت شايفه لي فيديو راح قايل ان هو كان بيضطر يستحمل المعاناه بتاعت الناس، انت ما اكيد انا سمعته. نشر. أنا عبد الرحمن علي أوراني في كلية التربية الرياضية، فرقة تانية. حلمك ايه او كان نفسك تبقى ايه؟ أنا حلمي ولسه برضه بشتغل عليه إني أدخل الكلية الحربية وأبقى فرد من أفراد القوات المسلحة. ليه اشمعنى الهدف ده واخترت الحلم ده؟ هو حلمي من وأنا صغير، يعني اللي هو لو تعرفي تسمعي عن أحمد المنسي، طبعا. نفسي أكون زيه طبعا. امم ناس فخر كتير، لينا كلنا وقدوه لينا خالد طبعا. مغربي دبابة لو تسمع عنه. اسمع عنه. بس ناس كتير. طب اشمعنى يعني ايه اللي شدك في المنطقه دي او لا ليه هو ليه؟ حلمي من وأنا صغير إن اللي أنا أطلع شدك بقى كده. واحنا صغيرين اوقات بنشد الحاجه عجبتنا في الحاجه دي؟ ايه اللي شدك في الحاجه هم دي؟ الناس دي. عشان بيدافع عن بلدهم وهكذا. وافراد برضه من افراد القوات المسلحه. ربنا يوفقك. طب حلمك تاني، عندك حلم تاني ولا هو ده بس؟ لا في طبعا اللي هو نشتغل على نفسنا شويه، اللي هو مثلا انا بلعب كوره، بلعب رمايه، بلعب سباحه. بتطور مهاراتك بمعنى اصح. بطور المهارات. انت اتخصصت ولا لسه؟ لا لسه، انا لسه فرقه تانية. حابب تتخصص في ايه؟ لغايه دلوقتي لسه، بس باذن الله احتمال كبير الرمايه. تمام. انت داخل قوي في حته اللي هو ايه، اللي هو حربيه. خلاص. طب مين اللي دعمك في الموضوع دوت او معاك في حلمك؟ لا ناس كتير، يعني صحابي، طبعا عيلتي، بس كل اللي حواليك كل اللي بمعنى حواليا بيشجعوك فعلا ولا لا ربنا بيشجع. يوفقك؟ لا بيشجعوني طبعا. ربنا يوفقك. حابب تقول ايه اخر حاجه؟ لا حابب اقول ان مثلا اللي هو الواحد برضه يبص ان هو يطلع حاجه زي كده، اللي هو زي احمد المنسي، زي خالد مغربي دبابه، زي الناس دي كلها، اللي هو يدافع عن بلده. حاجه حلوه طبعا، مش حاجه وحشه. ده اكيد طبعا، انا بدافع عن بلدي، وحرفيا الفتره دي احنا بجد محتاجين شباب واجيال جديده طبعا. تطلع تدافع فعلا، مش بتمشي ورا الترندات لا. ولا الحاجات دي. لان دلوقتي الكيان بيلعب على فكره العقليه. انا دلوقتي لا، انا من وانا صغير انا عندي عقليه بالفعل مجهزه، ما هي بتبقى حاجه مجربه ده. وكل نصيب وكل حاجه، بس هي بتبقى حاجه حلوه شويه لو انت من وانت صغير بتحب حاجه زي كده. مظبوط. بس كل نصيب وكله رزق، يا رب يعني تطلع كلها زيك كده يا رب. ربنا يخليكي. يا رب بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله.